ولو خانت تتذبح. احنا مظلومين قوي يا ادهم، هتوديني في داهيه. الحلو حياتي وروحي واقول له ايه ان قلت بحبه الحب شوية عليه. وده كلام ملوش اي علاقة بموضوع حلقتنا النهاردة من كلام في الحب. معايا ومعاكم النهاردة واحدة من اجمل الوشوش الاعلامية، يعني من الوشوش المفضلة بالنسبة لي انا شخصيا، انجي يحيى. ازيك يا هاي انجي؟ يا ادهم، عاملة ازيك؟ ايه؟ ايه الدخله الحلوه دي؟ ايه الاخبار؟ دخله خطيره. بجد انفع؟ عجبتني. تنفع. انجي، انا بخش في الموضوع على طول هنا في البودكاست، على ما طول كده فيش مقدمات. بالراحه عليا، اول مره حد يصل، اول مره ابقى على كرسي الضيف. اول مرة تبقي ضيفة؟ ما اول مره ابقى جربتيش ضيف. ما الاحساس ده؟ طب جربتش. حاسة بايه دلوقتي؟ لا، حاسه انه متوتره شويه، لا مع والله. ان انا بمسك اللي قدامي مش برحمه، فحاسه بالاحساس بتاعهم دلوقتي. لا عايزين بقى نفك كده ونعمل لا ايه. لا، ما تقلقش، طيب، هفك معاك. الحب ولا الطموح على طول كده. لو اصطدموا مع بعض؟ يعني ما تقوليليش حاجات دبلوماسية، ما هو انا مش هحب غير واحد يعمل لي كذا، لا خلاص احنا وصلنا لحتة، يعني طموحك في شغلك اصطدم مع حبك، هتختاري مين فيهم؟ الطموح. بشوف انه هو ده اللي هيبقى لك في الاخر. الحب ساعات بينتهي، وساعات بتكتشف ان انت اخترت الشخص الغلط، والواحد مشاعره بتتغير، لكن اللي هيفضل لأي واحدة طموحها وشغلها والكارير بتاعها واللي هي عملته. وبرضو في حاجة، هو احنا ليه لازم نختار حاجة من الاتنين؟ هو انا ليه لازم اختار ما بين الحب وما بين الطموح؟ ده عشان انا عايز اسأل السؤال عشان انت كده. عايز تسأل السؤال ده. انا لو عايز انت اسأل عايز تسأل السؤال السؤال ده ده. يبقى الطموح. بس انا بشوف انه الحب الحقيقي فعلا يا ادهم، انه المفروض ان الشخص اللي قدامك يكون واقف في ظهرك، يكون بيسبورت وبيدعم وبيعمل كل حاجة عشان انت تنجح في شغلك، ومش ان هو يكون عائق ما بينك وما بين ده. بس لو انت تسألني هقولك الطموح. طيب، مساحة تدخل الشريك او الحبيب او الزوج في شغل مراته او حبيبته لحد فين؟ يعني ايه الليميتس بتاعتها؟ مش حكاية لمتس، الفكرة فكرة هو بيدخل ازاي وبيدخل في ايه. انا بشوف ان لازم يكون في sharing for everything. لو انا في الشغل بحكي لجوزي عن انا بعمل ايه في شغلي، بعرف مين بكلم مين صحابي، المشاكل اللي حصلت لي، واحب كمان ان هو يشير كل حاجة معايا، يحكي لي عن كل حاجة. يعني انا بحب حتى اعمل ده، انا بحب اسمع دايما، بحب اشوف ايه اللي حصل لك النهارده، انا احكي، اخد رايه، لان هو هيكون اكتر حد بيخاف عليا واكتر حد المفروض فاهمني وعارفني. ليه اتصل بصاحبتي واقعد احكي لها واقول لها انا حصل لي واحد اتنين تلاته؟ ليه ما يكونش جوزي هو صاحبي، هو ده اللي بحكي له، هو ده اللي بشير كل حاجه معاه. فانا بشوف انه لازم يكونوا الاتنين عارفين كل حاجه عن شغل بعض، بس التدخل بقى الزياده هو ده اللي مرفوض هو ده بالنسبه اللي لي. انا بقى بسألك هو عليه. انت جاي انت عايزني ايوه. اجي اقول كلام وحش هنا؟ هو ده اللي انا بسألك عليه، اللي هو انت بتاع جاي توقع اعملي الدنيا في ما بعضها. تعمليش، انا جاي لي اه. الشغلانه دي، لا ما تاخديهاش، لا انا مش عايزك تعملي كده، انا مش عايزك مم. تروحي هنا، مش عايزك انت تقبلي مش عايز الاجابات النموذجيه بتاعتي اللي انا بقولها دي. لا اه. انا عايز اعرف يعني الحاجات اللي لما بتوصل اللي هو ايه، يعني خلاص في وصلت لحته لحته كده، صعبه بنعمل خلاص. ايه؟ لا طبعا. طلع مني الوش التاني اكيد. لا، مش من حق حد ان هو يتدخل في شغلك ويقول لك اعمل وما تعملش. بس على حسب، ما هو برضو الواحد يشغل عقله. هو بيقول لي كده ليه؟ هل هو غيران؟ هل غيرته دي منطقية؟ هل غيرته دي غيرة اوفر وملهاش داعي، وهو شخص يعني غيور بزيادة؟ والله لو غيرته منطقية، فالمفروض ان انا افكر بعقلي واشوف ايه اللي انا ممكن اعمله عشان هو يتقبل ده ويسيبني اعمل شغلي بالشكل اللي انا شايفاه. لو هو بقى مجنون ودي غيرة اوفر، فاكيد دي ليها حلول تانية. بس انا كإنجي بشوف انه لا، ما فيش حاجة. لو في حاجة في مصلحتي في الشغل انا عايزة اعملها، هحاول اعملها بأي طريقة، هحاول اقنعه بأي طريقة. لو سواء بقى خطيبي، جوزي، حبيبي، صاحبي، لا هقنعه بأي طريقة واعمل مصلحتي في الشغل، عشان الشغل زي ما قلت لك ما فيهوش هزار. لا انجي، انت شكلك عارفه طريقك بس وشايفه. الحمد لله ما شايفه انت بواجهش المشاكل اللي انت بتتكلم انا مش عليها. بتكلم عليك انت، يعني قصدي لا بص، يعني الشغل مم. بس في شخصيات يا ادهم، خلينا متفقين ان في مم. شخصيات. في شخصية بنت مم. كل همها في الحياة شغلها وانها تنجح فيه،
في بنات تانية كيوت ورومانسيين وملهمش في الشغل ومش فارق لهم اصلا ان هم يكون عندهم شغل وكارير وما عندهمش الطموح ده. فانت برضو على حسب انت بتتكلم مع البنت اللي قدامك دي، هي فارق لها، مش ممكن تكون عايزه تقعد في البيت اصلا هي متجوزه عشان تقعد في البيت. فبيبقى على حسب يعني. بس انا كإنجي لا، بشوف انه الشغل والكارير هو ده اللي هيخليكي بعد كده ليكي صوت وليكي كلمة وتقدري تاخدي قرارك بنفسك. ولو اخترتي اختيار غلط انت هتبقي قادرة ان انت تقفي وتقولي لا انا مش عايزة اكمل في العلاقة دي. لكن لو انت ما عندكيش شغل ولو انت ما عندكيش حياة ولو انت قاعدة في البيت ملكيش لازمة من الاخر، هيبقى ممكن الكلمة دي تزعل مني ناس كتير. بس انا ما اقصدش ده. اللي عايز يشتغل يشتغل واللي مش عايز تشتغل ما تشتغلش. بس انا لو انا هنصح حد انا بحبه هقول لأ، لازم تشتغلي ولازم يكون ليكي مصدر دخل خاص بيكي انتي ولازم يكون ليكي كارير. لأنه انتي لو قعدتي في البيت وعدت عليكي السنين وجيتي بصيتي حواليكي على صحابك اللي اشتغلوا بيكبروا في شغلهم، انتي هتلاقي نفسك واقفة في حتة وحشة قوي. طب وتنصحي بايه الستات او البنات الرجاله اللي معاهم بيضايقوهم في شغلهم؟ بص، انا بشوف ان الراجل اللي بجد مش هيضايق مراته في شغلها لو هي شغلها مظبوط. مم. لو هي بتشتغل شغل ما فيهوش حاجة وهو زي ما قلت لك هو بس اللي ممكن جاي يكون عليها. حد متحكم غيور زي ما انت بتقولي، لا، الحاجات ما اللي انت قلتيها. المتحكم ده هي اختارته من الاول ليه؟ اه. انا ضد التحكم وضد الاشخاص المتحكمين وبتضايق جدا جدا من الستات اللي بتسيب الرجاله تتحكم فيها. فانت هتدخلني كده في اه، في حته تانية. لا براحتك. لا، انا بشوف انه ما فيش حاجه اسمها راجل يتحكم فيا. مم. راجل ينصحني، راجل يتناقش معايا، ناخد وندي مع بعض وناخد قراراتنا مع بعض. تمام. تتحكم فيا لا، مفيش حاجة اسمها تتحكم فيا. طيب، يعني لما بيكون في بنت كده ما شاء الله جميلة زيك مم. وبتشتغل شغلانة تحت الأضواء وميديا وحواليها ناس وبتاع، بتفتكري ان الراجل اللي معاها لازم يكون عنده مواصفات معينة غير الراجل اللي بيبقى مع بنت تانية لو كي؟ اكيد. يعني اكيد بيبقى ايه مش اي الاختلاف؟ حد يقبل بشغلانتنا دي نهائي. اي واحدة زي ما انت قلت تحت الاضواء، واي واحدة ليها فانز وفولورز ومعجبين وناس يشوفوها يقولوا لها عايزين نتصور معاكي، حد يعمل لها كومنتس، حد يعمل لها كل الحاجات دي. ناس كتير جدا اعرفهم للأسف ما قدروش يكملوا. بنشوف كتير سيلبرتيز وفنانين ومذيعين وممثلين وممثلات بينفصلوا عشان أزواجهم أو الناس اللي مرتبطين بيهم ما بيقدروش يستحملوا حاجة زي كده. في رجالة ما يقدروش يستحملوا إن الست تكون مشهورة ومحبوبة وهو يتقبل ده بكل سهولة ويتقبل الكلام المعجبين. انت كراجل آه، بتشوف ان دي حاجة سهلة ولا دي حاجة محتاجة شخصية معينة ومحتاجة مجهود معين عشان الراجل يقدر يتقبل ده؟ هي محتاجة عقلية معينة مش مجهود، يعني هي بالظبط. محتاجة عقلية معينة تستوعب طب هل بقى لو هو ما ال... عندوش العقلية دي هل بسهولة مم. يقدر يغيرها، ولا بتحس ان لا الراجل انا لا بشوف ان هو ديزايند خلاص، لو هو ديزايند بالشكل ده هو مش مم. هيتغير؟ لا انا بشوف اصلا الرجاله عامه في المواقف اللي زي دي، في رجاله كتير بتنسحب دايركت كده، ويبقى هو راجل زي ما بيقولوا كده ايه دغري، يعني هو مم. انا هنسحب، انا مش الليله دي مش هقدر عليها فانا منسحب و... وبيسحب نفسه على طول ومش في حته الشهره بس. ممكن راجل ما يستحملش انه حتى في اي مجال تاني مش تحت الاضواء، ان مراته مثلا تبتدي تنجح اكتر منه، مم. تبقى ناجحه اكتر منه بتاع. في رجاله ما بتستحملش الموضوع ده فبتنسحب بسرعه ده على حقيقي. طول. هو على فكره متصالح مع نفسه جدا، احسن ما يقرفها ويقرف نفسه وتبقى الحياه كلها نكد يعني. انا مش قادر، شكرا، سلام عليكم. ماشي، بس م- يعني بشوف انها حاجة مش سهلة، خصوصا لو الاتنين دول حبوا بعض قبل ما هي تتشهر. م- يعني احنا كنا بنحب بعض، كنا مرتبطين قبل ما انا اتشهر. فجأة اتشهرت. نفوس بتتغير بقى ساعات. زي ما بقولك تاني، انا فجأة اتشهرت وبقيت حد معروف. هل معنى كده ان انت تسيبني عشان انت مش قادر تستحمل نجاحي ده؟ طب لا بص لها بالعكس. ممكن يكون في الاول، خدي بالك ان في الاول قبل ما الحاجات بتحصل الناس ممكن تكون بتتكلم يعني حالمين شوية او بيقولوا كلام هم
لما يجوا يتحطوا فيه في الواقع ممكن نفسيا ما يعرفوش يتعاملوا معاه. يعني ممكن اقولك لا ان شاء الله تنجحي وتكسري الدنيا وانا في ظهرك وانا معاكي وبتاع وانا احبلك ان انت تبقي مم. كذا وكذا وكذا وكذا، والحاجة مش حاصلة. ممكن لما تحصل بقى زي ما قلت لك النفوس بتتغير، ما ممكن لما تحصل انا ما اقدرش استحمل ما كده. هو الراجل بقى اللي مم. بجد مم. بيبان هنا، الراجل اللي عنده ثقة في نفسه وراجل كده هو ده اللي بيقدر ان هو يشوف نجاح الست اللي معاه ويتقبله، ما بيخافش وما بيغيرش من نجاح الست اللي معاه، عشان هو واثق في نفسه، عشان هو مش مستني ان هي تبقى ضعيفة عشان هو يبان قوي وناجح. بص انا محظوظه في الحته دي. لو هتكلم احنا اتفقنا ان انا مش هتكلم عن ارائي عن حياتي الشخصيه، بالظبط. بس انا كنت محظوظه قوي في الحته دي. كان في ناس كتير جدا اعرفهم انفصلوا بسبب ان ازواجهم ما كانوش قادرين يستحملوا ده. لا انا جوزي بيتقبل ده، بيسبورت قوي ساعات هو اللي بياخد الموبايل مني ويقول لي لا انا هعمل لك شير للبوست ده، هرد لك على مثلا على الكومنتس اللي جايه لك. في الاول قبل مثلا لما يبقى ما فيش حد بيساعدني في البيج، ساعات هو اللي كان بيدخل ويساعدني ويكتب لي كومنتس، يقول لي مثلا ردي في حد باعت لك بيقول لك باعت لك مسج، ردي على الفانز بتوعك. حلو. بيشوف الكومنتس مثلا بيبقى فاهم انه ده اي واحده ممكن تتعرض له، لو حتى في كومنتس مش لطيفه هو متفاهم انه اي حد فاتح الاكونت بتاعه، اي حد فاتح البيج بتاعته، سواء هو مشهور او مش مشهور، هيتعرض للكومنتس السخيفه دي، وبيجنور مش بيركز في الحاجات دي خالص. فلا انا محظوظه في الحته دي حلو الحمد قوي لله. موضوع الموبايل اللي انت قلتيهولي ده، جه في دماغي، يعني خلاني ابقى عايز اسال سؤال تاني. في نوعين من الناس المرتبطه. هم. نوع يقولك احب يبقى فيه مساحه، كل واحد عنده مساحته الشخصيه، تبقى الدنيا لطيفه لذيذه. حتى بيوصلوا لدرجه ان في ناس بيبقوا متجوزين وعندهم اوضتين في البيت، هم. عشان مش شرط ان هم كل يوم يبقوا بايتين مع بعض. ده بقى حاصل دلوقتي. هم. وفي ناس تانية تلاقيهم ايه، فوق دماغ بعض في كل حاجة، فهم رايحين وجايين مع بعض، ماسكين موبايلات بعض، عارفين باسوردز بعض، وهم دول مستريحين كده ودول مستريحين كده. انتي شايفة ايه الافضل بالنسبة لك؟ والله يا ادهم، يعني بص اللي يقولك انا مقتنعه ان اكيد في حاجه اسمها personal space، ومقتنعه ان لازم يكون في مساحه للواحد يتنفس، مش لازم نركب فوق نفس بعض. بس once ان هو قالك الكلمه دي تحس ان في حاجه غلط. يعني انا كانجي بشوف ان في حاجه غلط، especially لو انا شخصيه عاقله مش راكبه فوق نفس اللي قدامي. يعني في بنات كده لا هو محتاج يتقال لهم كده، بتبقى ليل نهار انت فين بتعمل ايه رحت فين بتكلم مين وريني موبايلك، كل الحاجات دي يعني انا ضدها تماما. بس في نفس الوقت برضو الناس مثلا اللي بتقول ايه آم، ما مش الموبايل بتاعي الباسورد مش هديكي مثلا الباسورد، مش هتديهولي ليه؟ يبقى انت بتعمل حاجة غلط. لا لا عشان مش متعود ان انا ليه لا بقى؟ عشان انا بتعامل، انا مش متعود الباسورد بتاعي ليه؟ يعني، عشان هو الباسورد بتاعي. انا مش بتكلم في مرحله الخطوبه، انا بتكلم لا دلوقتي في في اي مرحله مرحلة، الجواز. لا هو لا في تعود. فرق، في فرق. مم. طب لو وانت عايزة انت الباسورد بتاعي، انت ومراتك، مش واثقة فيا؟ لا مين امال قالك ايه؟ ان انا هدخل افتش وراك؟ اما انت عايزة الباسورد تعملي بيه ايه؟ ما هو انت مش عايز تديني الباسورد ليه؟ ما هو انت بتطلبيه ليه؟ لا يعني ايه بطلبه ليه؟ بتطلبيه ليه والله؟ اطلبيه ليه الباسورد؟ بطلبه ليه عشان هو اه. طبيعي ان مم. انا موبايلي وموبايلك يكونوا مفتوحين على بعض ومفيش اسرار ما بيننا. ما ينفعش ابقى انا محتاجه حاجه، لو انا محتاجه مثلا اعمل مكالمه بسرعه، لو انا محتاجه اجيب حاجه من على موبايلك بسرعه، مش معقول تبقى انت جوزي ومعلش بليز افتح لي الموبايل اديني الباسورد. لا ده مش طبيعي. انا بنتي معاها الباسورد بتاع موبايلي، لو انا بقى حطيت باسورد ومنعت بنتي ومنعت جوزي ومنعت اي حد ان هو يدخل، او يعني منعتهم ان هم يمسكوا الموبايل بتاعي، في حاجه هنا أنا مخبياها، في حاجه غلط. انا شايف جواكي لا لا واحدة خالص مع غيورة نفس شوية او ايه. شكاكة سنة، لا لا غيورة او شكاكة. خالص خالص. عايزه اقول لك على حاجه، من ساعه مم. ما اتجوزت مم. انا عمري في حياتي ما مسكت موبايل جوزي ودورت مم. وراه او دورت في السيرش او دورت هو بيكلم مين او بيعمل ايه.
اما ممكن السبيس مرتين اللي تلاتة انت شفتي؟ لا لا خالص والله. اما السبيس اللي انت كنت بتقولي عليها اللي هي ايه في بقى؟ سبيس انه انا معايا الباسورد بتاعه، بس مش معنى كده ان انا همسك موبايله اقعد اشوف الكول لوج بتاعه، اقعد اشوف هو كلم مين الساعه كام وكلم مين قد ايه، ادخل اشوف الشات ما بينه وما بين صاحبه، ولا الشات ما بينه وما بين مامته، ولا اشوف الهيستوري بتاع الموبايل بتاعه، فيه هو كان بيعمل سيرش عن ايه. لا في فرق ما بين ده وما بين ده. بس زي ما قلت لك، لو فكره هو قال لي مفيش باسورد ومش هقول لك، او لو انا كمان قلت له لا مش هديك الباسورد بتاعي، لا في حاجه غلط. مخبيه ايه؟ انا ليه مش هديله الباسورد بتاعي؟ ليه خايفه من ايه؟ ده جوزي. طيب يعني غير الباسورد بقى في الحياة عامة، انت مع انه يعني احنا صاحيين مع بعض، قاعدين مع بعض، نازلين مع بعض، خارجين مع بعض، راجعين مع بعض، يعني انت مع الموضوع ده؟ لا مش مع الموضوع ده، مم. احب ان انا اشير كل حاجه معاه، بس عشان نوحش بعض. عارف لو احنا فضلنا طول الوقت فوق دماغ بعض، هيجي وقت وهنزهق. يعني اقول لك على حاجه. انت لو معاك واحد صاحبك بتحبه جدا جدا، تمام، لو جه قعد معاك في البيت، بات معاك يوم، انت هتبقى مبسوط وحاسين ان اليوم ده حلو قوي وخارجين مع بعض ورجعتوا صرتوا طول الليل بتتكلموا وبتحكوا. ممكن انت بلاش هقول المثل ده عليكم انتوا كاولاد، خليني اقول علينا احنا كبنات. احنا كبنات لما واحده صاحبتي مثلا تيجي تبات معايا، بيبقى يوم لطيف جدا وقاعدين طول الليل بنتكلم وبنحكي وبنهزر. لو تاني يوم برضو مبسوطين، تالت يوم هيبدأ الموضوع يقل سنة، رابع يوم هيقل شوية، ممكن لو قعدنا أسبوع نتخانق مع بعض خناقة كبيرة. البنات هيفهموا أنا بتكلم في إيه. هنزهق من بعض، خلاص خلصنا كل حاجة ممكن تتقال. فاهم أنا بتكلم في إيه؟ فده بيحصل مع فده بيحصل مع المتجوزين. احنا صاحيين نايمين واكلين شاربين كل حاجة في وش بعض. لو هو ما خرجش راح شغله، وانا ما خرجتش رحت شغلي، وبقى ليا صحابي بخرج معاهم وهو نفس الكلام ليه صحابه بيخرج معاهم، تبقى هنا المشكلة، هنزهق من بعض. فاهم انا بتكلم في إيه؟ عشان كده الستات اللي ما بتشتغلش وبتقعد في البيت بيبقى عندهم طاقة للخناق اكبر بكتير من اللي بيشتغلوا. تبقى قاعدة زهقانة ما عندهاش حاجة تعملها، هي عايزاه يجي يفضل قاعد في وشها تحكي له عملت ايه، وتشتكي له من الولاد وتقول له انا النهارده ما اعرفش الولاد عملوا ايه وحصل ايه، مشاكل اللي ممكن اي راجل بيشتغل يزهق منها. احنا مظلومين تتكلم؟ قوي يا ادم. قوليلي، طب مظلومين في ايه؟ لا احنا مظلومين عامة. احنا في مجتمع للأسف، مهما كنا بنقول انه احنا وصلنا ان احنا خلاص بقى الراجل زي الست والست زي الراجل، وما بقاش فيه العقلية بتاعت انه الراجل راجل والست ست والحتة الشرقية دي. لا احنا لسه برضو في الحتة دي، لسه مش عارفين نطلع منها. ليه بتقولي كده؟ هو ايه اللي ليه بقول كده؟ انت مش شايف كده؟ انت انا قول لا لي انا ليه ما شايف اقولش كده. انا شايف انه يعني لا ممكن في حاجات وحاجات، يعني ممكن انا شايف انه مثلا بالعكس كل مؤسسة ولا شركة تخش دلوقتي تلاقي ما شاء الله الستات والبنات اكتر من الرجالة في معظم المجالات دلوقتي، سواء شركات او ميديا او فن او اي حاجة. ما شاء الله بيبقى طريق البنت او الست اسهل بكتير من طريق الراجل، ده اللي انا شايفه دلوقتي. في حاجات تانية بقى معرفش هي دي اللي قصدك عليها ولا لا، انه في العلاقات بقى، في العادات والتقاليد، بالظبط ده اللي انا اقصده. طب ما خشي روحي بقى ده اللي انا للبوينت، اقصده، احنا روحي جايين روحي نتكلم في روحي الحب هنا. للبوينت بقى، روحي للبوينت على احنا طول. جايين نتكلم هنا في الحب. يعني زي ايه؟ لا شايفة انه زي حاجات ايه؟ كتير، زي ايه مثلا؟ حاجات كتير الراجل يقدر يعملها والست ما تقدرش تعملها. قولي لي حاجة من الحاجات يعني الكتير. انت دلوقتي عمال بتقول يهو كل اسئلتك ليا اصلا بتحط الستات في حتة ان هم ما عندهمش الحرية الكاملة في اختيار حاجات كتير. يعني زي ما انت كنت بتقولي في حتة الشغل مثلا، ليه هو اللي يكون متحكم في شغلي وفي اعمل ايه واروح فين واوافق على ايه وما وافقش على ايه، وانا ملياش التحكم ده، او انا مش من حقي ان انا اعمل ده. ولو هو عمله يبقى عادي والراجل من حقه، ولو انا عملته يبقى الست مش من حقها ان هي تعمل كده. انا بتكلم على المجتمع مش بتكلم على اشخاص معينة. طب يعني لو الراجل خان الست تخون؟ اه ما تخونش ليه؟ انت شايفة كده؟ بص الخيانة مرفوضة من الطرفين. هتوديني في داهية مش بالحلقة هوديكي في دي. ده، بالعكس احنا بنتكلم مع بعض. هقولك. مم. بص مم. الخيانة دي حاجة حلوة ولا وحشة؟ الخيانة دي حاجة وحشة. حاجة قذرة. اه. حاجة وحشة جدا. طيب اشمعنى الراجل يخون وعادي والست ما تخونش، ولو خانت
تتذبح احنا تتذبح من متربيين كده، احنا المجتمع. عارفينها كده، ايوه احنا احنا متربيين كده. متربيين كده، احنا عندنا كده. احنا في مجتمعنا مم. بنقول كده. هل دلوقتي احنا بنتكلم عن الدين؟ هل في الدين حاجة بتقول ان الراجل يقدر ان هو يعمل ده والست ما تقدرش انها تعمل ده؟ لا لو بتجوز لا ما حاجة، بقولش انت متجوز قصدك دلوقتي، خيانة، عشان انت خيانة تدخلني حرام. بقى في حتة، لا خلينا لا نخلص من لا حتة الخيانة لا، الأول. خيانة اللي هو خيانة اللي هو حاجة حرام، بعمل حاجة حرام، لا خيانة، دي ماشي خيانة، دي بالظبط. غلط هنا وهنا. ليه بقى؟ ليه بقى احنا كمجتمع لو الراجل خان مراته يتقال لها من اهله من اهلها معلش يا حبيبتي ما تخربيش على بيتك وعلى نفسك، دي نزوة عديها. مش ده اللي 3/4 الاهالي بيقولوه تقريبا، صح؟ طبعا. طيب هل بقى لو الست هي اللي غلطت، انا حتى لو لو كنت غلط، اصلا اللي بحبها ببقى عايزها اللي هو خلاص خلاص بقى، ما عادي تعدي صباح بقى، الفل عدي بقى يعني، ما الموضوع، تعدي تكبريش يعني، الموضوع يعني. ايوه انا بحبك انت صح. بالظبط. طيب لو الست بقى خانت، لو خانت بنظرة، لو خانت بمكالمة، لو خانت بخروجة، مش هقولك وصلت للإكستريم، لو حد من أهله عارف أو من أهلها عارف أو لو هو عارف، إيه اللي بيحصل؟ أنت قولي كده إيه اللي بيحصل. اقول لك أنت قولي. اقول لك هم. انا عارف الموضوع ومتعامل معاه. هم. احنا عندنا ازدواج في شخصيتنا. طيب يبقى خلاص شفت بقى إن انا الست بقول ما لك، وصلتش انا بقول بقى لك من لحقها الاخر، في من كل الاخر حاجة. هقعد اديبيت معاكي هم. واقول لك ما هو اصل وفصل وبتاع. لا، هم. الراجل المصري ما عنده يعني عنده انفصام في هم. الشخصيه. بالظبط، اللي بيرضاه إقرار يا لنفسه ما جماعة من بيرضاه. راجل انا أهو بقول لك إن اهو أنتوا اهو انا عندكم متعامل، انفصام انا في انا الشخصية. نفسي كده، واللي غير يعني انا اه. نفسي كده يعني بس بحدود طبعا، يعني هم. بحاول اللي هو افتح مخي طبعا على قد ما اقدر، بس هم. في النهايه انا مصري شرقي، انا بس اللي تيجوا عند الحتة دي وبتقفوا باجي مش في بتقدروا. في حتت معينه فعلا. وعلى فكره لما بقعد افكر مع نفسي ببقى عارف ان انا مزدوج. هم. يعني انا عارف، يعني انا عارف ان هنا في شخصيتين عكس بعض. يعني قناعاتي حاجه، واللي انا حاسس بيه والقرار اللي هاخده حاجه تانية. هم. بس احنا كرجاله مصريين وشرقيين هتلاقي عندنا نفس المرض ده. يبقى معظمنا 99% مننا عندنا ماشي، ما هو اللي ما تقبلوش على الموضوع. نفسك ما ينفعش تقبله على الشخص الاخر. مم. احنا عندنا مشاعر واحاسيس زيكم انا بالظبط. معاك، انتوا مظلومين في يعني النقطه احنا دي. عندنا مشاعر واحاسيس، ويمكن احنا بنبقى سنسيتيف اكتر منكم. يعني احنا الحته دي لا بتوجعنا قوي، اكيد بتوجعكم، بس احنا ليه نحس ده ويبقى عادي ونتقبله، والناس اللي حواليك كلها تبقى واقفه ضدك انه عادي، وايه المشكله ما تعدي، انت هتخربي الدنيا عشان نزوه او عشان خاطر مكالمه، عشان خاطر واحده عارفها، ما تمشي وتعدي وتكملي الحياه، وبالذات لو عندها بيت وولاد. طب لو الموقف بالعكس، هل المجتمع وهل الناس اللي حواليك، هل اهلك واهلها واصحابكم هيقفوا معاها ولو هي اللي خاينه؟ لا مش هيقف معايا. هيحدفوها شوف بس اقول لك على حاجه، بالطوب. اقول لك على حاجه بجد، بس دي ما تحصلش كتير، يعني مم. بتحصل في حدود قليله قوي. في رجاله بتسامح في الخيانه، في الدره، بتسامح في الخيانه. في الدره، في الديره بقى، مش في في الدره، الديره مش في بيسامح العلن. وبيعرف. ما هو اصل هو مش هيمشي في الشارع يمسك ميكروفون ويقول انا مراتي خانتني وانا لا سامحتها انا يا قصدي اولاد لو الحق يعني. المجتمع عرف خلاص كده صح، لكن لو الست المجتمع عرف تلاقي المجتمع واقف معاه انه عديله وسامحيه وغلطه ومش هتتكرر والكلام الحلو، وفي عادي، وممكن ناس تقول لك غلطه وهتتكرر وعادي هو كده واقبلي. يعني في ناس دماغها كده، لكن العادي انه الناس تقول لك لا غلطه مش هتتكرر وسامحي. هل بقى نفس الاشخاص دول لو الموقف بالعكس، مش بتكلم بقى في ان راجل وهيسامح، انا معاكي، لا مش هيسامحوا، لا انت، مش هيعدوا. انا معاكي 1,000,000%. في الشق اللي هو يعني العادات والتقاليد والافكار والحاجات دي، لا طبعا انتوا لسه في شفت ظلم. بقى، انا انا ما اقدرش شفت بقى انكر. ان انا ليا حق في الحته بس دي. في الحياة العملية وحقوق المرأة والحاجات دي انتوا لا حقوق المرأة خلاص، انتوا يعني احنا خلاص ما شاء الحمد الله لله وصلنا الدنيا. لحته، يعني حته مهمه جدا. طيب يا انجي، ده بالنسبة للخيانة. مم. طب بس انتي قلتي لي حاجة بقى، قلتي لي الجواز ده موضوع تاني. يعني انتي اه، مع تعدد الزوجات عادي؟ مين معاه في ناس كتير على فكرة. انا بجد؟ جدي الله يرحمه كان متجوز 3 ومات وهو يعني ما هو ومتجوزهم انتوا كل الرجاله اكيد انتوا مع تعدد الزوجات، دي احلى حاجه بالنسبه لكم. ده اكتر بقى حاجه بتبقوا متدينين فيها. لا اصل انتي في وسط الكلام كده قلتي لي لا خلينا من غير تعدد الزوجات، عشان انا كان دي كنت خيانة، بتكلم في فحسيت ان بوينت، انتي لا التانية دي دينيا اكيد حرام سواء للراجل او للست، لكن بقى الجواز انتوا في الحتة دي بتمسكوا فيها قوي ما شاء الله. طب ما تقولي لي تلاقي رأيك. الواحد ولا بيصلي ولا بيصوم ويقول لك الشارع محلل، الشارع محلل لي 4. يعني طب لو صوم الاول، طب طب صلي. طب لو صلى وصام.
والله بص مش هدخل في البوينت دي. ما تدخلنيش في الحتة دي. بس هل انت عامل كل حاجة في دينك وخلاص بقى جاي على الحتة بص، دي بقى خلينا وعايز خلينا تمسك فيها في خلينا ان سيبك شرع سيبك محللي؟ سيبك من اه، من يعني مش عايزين نتكلم في ندخل في الدين الشق قوي. الديني. اه يعني تمام، احنا بس لو بنتكلم دلوقتي هنتكلم ان هي برضو. حاجة متاحة اه، لينا تمام، ما في هو متاحة ليك، عقلنا. بس برضو في حاجة، ما ايوه هو الدين ما سابهالكش ايوه، ما كده، في هو حط لك حاجات كتير جدا تصعبها عليك. اوكي، ما هو بغض النظر بقى، ده انا تخطيت كل، انا بطل تمام وتخطيت كل ماشي، انت الصعوبات. عايز رأيي انا بقى انا كست؟ انت بقى كست لا طبعا. متقبلة ولا مش هنهزر متقبلة؟ ولا ايه؟ طيب ليكي على فكرة، ما على فكرة لا خدي طبعا. بالك انه برضو الناس فاهمة غلط. يعني في ناس، انا مش يعني هتكلم في حتة صغيرة في الدين، بس انا مم. مش قصدي ان انا ابقى شيخ او واعظ او مم. كده يعني. هو الناس فاهمة، او في بعض الستات والبنات فاهمين انه الدين ظلمهم في الحتة دي، او ادى الراجل اللي ما اداهوش للست، وده غلط. هو ده اوبشن انا وانتي بنرتضي بيه، فالدين سامح بيه. انا وانتي مش مرتضيين بيه، الدين مش طب بيعاقبنا لو عليه. انت مرتضي بيه وانا مش مرتضية يبقى بيه؟ خلاص، يبقى كل واحد يروح لحاله ونشوف كل واحد خلاص. اصلا. لا يا اما ايه لا الاجابة لا الصادمة لا دي؟ مش صادمه. يا اما لو انا مصر اه. خلاص، يعني انا مصر مم. خلاص، يبقى هنلاقي حل. لكن مش هغصب عليكي طبعا. بس انا قصدي ان انت كست مش مظلوم يعني. انا عايز اقول الحته دي برضو، انه يعني انه الدين مش ظالم الست. الدين مخلي ان عندها اوبشن ان هي ما ترضاش بالوضع ده. مش هقدر اقولك الدين ظالم الست، ومش هقدر اتكلم بالظبط. في الحتة الدينية، لكن انا هتكلم في مشاعري انا كست. انا بشوف ان مشاعري انا كست ما تقلش حاجة عن مشاعرك انت كراجل. هرجع معاك لنفس البوينت. انا كست اتوجع جدا لو حسيت ان شريك حياتي بيحب او عايز يشارك حياته مع شخص تاني. انت كراجل تخيلها بالعكس، تخيل انه لو مش حرام تعدد الازواج للست. طب بس معلش انا تخيل شفت انا معايا. شفت في حياتي انا شفت في حياتي ستات قبلت ان هي تبقى طب الزوجة ممكن التانية. ممكن اه بس يعني واحده واحده كده، وترد عليا وترد على اللي انا هقوله. وانا عارفه ان ممكن عقلك ما يستوعبهاش، وهي حاجه صعبه، وناس كتير ممكن تهاجمني على اللي انا هقوله، بس خليني بس اتكلم في دلوقتي في مشاعر وفي مجرد خيالات. تخيل كده، لو مسموح للستات تعدد الازواج، انت كراجل احساسك هيكون ايه؟ بتضحك ليه؟ الموضوع مش فاني مش على فكره. متخيله مش متخيله اصلا. الموضوع ما يضحكش، ما انا الموضوع يوجع. ما موضوع يوجع طبعا، طب موضوع ليه من يوجع. حقك توجعني اه وانا مش من حقي ان انا اوجعك؟ لا، انا مش عايزه اوجعك، انا كده كده عشان مش عايزه اوجعك، مش بما بتكلم ان في البوينت دي. زي ما انا قلت لك، امم. بما ان في امم. ستات بتقبل الموضوع ده، فمن الواضح تمام. ان الستات عندهم اوبشن انت عارف ده. الست دي اه. ايه اللي خلاها تقبل؟ الله، ممكن ممكن. واحدة بقى تقول لك بقى ما هو حقه. ممكن واحدة امم. تقول لك ما هو مثلا خلاص احنا بقالنا 20 سنة متجوزين، وانا عندي البيت والعيال والدنيا وخليه حلوة. ينزل من على دماغي. على اه. فكرة، في ستات بياخدوها من حتة دينية، وهي مقتنعة انه تمام، ده حلال اللي ويعمل هي يعني بالنسبه طيب. الست اللي بالنسبه لها ده totally fine، خلاص تمام، مفيش مشكله، اعملوا ده، ما فيش مشكله. لكن انا بتكلم على 90% من الستات المصريين اللي مش هيستحملوا ولا هيقبلوا ده. نراعي مشاعرهم، لانه انت كراجل انت مش قادر، حتى وانا بسألك السؤال انت مش قادر يا ادم تتخيل الفكرة. فليه انت تقبل عليا انا كست ان انا بس فكرة مضحكة، تخيلي مراتي بتقول لي انا رايحة لجوزي التاني يا حبيبي، عايز حاجة؟ انا تخيل. هروح ابات عنده النهارده واجي لك بكره. طب بص انت بتضحك، طب شيل شيل الحتة الفكاهية من الموضوع، وتخيل الوجع النفسي. مش قادر مش قادر. موضوع كوميدي بالنسبه لي والله. المهم فانتازيا انه يعني. احنا مش احنا من حقنا ان انتوا تراعوا مشاعرنا زي ما احنا بنراعي مشاعركم. طيب. سكة ودغري. طيب تعالي بقى نعمل توستايه ونخرج من مم. العمق الرهيب اللي احنا اه. دخلنا فيه ده. اسالك سؤال. نزلتي في ديت، تمام. في نوعين من البنات. هم. واحدة مثلا تبقى خارجة في ديت، او مثلا مع الراجل او الشاب اللي هي معجبة بيه. هم. ممكن يبقوا مع بعض الاتنين لوحدهم، ممكن يبقوا مع بعض وهي واحدة صاحبتها بتاع هم. معرفش ايه. ففي واحدة تعجب قوي باللي لما ينزل التشيك او الحساب يعني، هم. من اللي بيقسم الفلوس وبياخد من كل حد حسابه. هم. وتقول لك اه ده ناصح، ده بيعرف يفكر، حريص بتاع، بيعرف هو لازم يستنصح هنا. يتعامل مع الفلوس. وفي واحدة تانية تقول لك ايه ده، لا ده بخيل، ده المفروض هم.
يدفع على طول كله، عشان ده من صفات الرجولة بالنسبة مم. لها، وانه كده ممكن يبقى مؤشر للبخل. انت انهي واحدة فيهم؟ هقول لك على حاجه. لو انا في اول مره يعني اول ديت ليا مع الشخص ده، ونازله انا وهو لوحدنا، ودفعني، مع السلامه، باي باي، خلاص كده خلصت، انتهت. مع ان انا كشخص لا، انا بشير وعادي وما عنديش مشكله خالص في الحته دي، بس بعدين قدام في حاجات بتبين كده يا ادهم في الاول. الراجل اللي يعمل كده في اول ديت مع صاحبته او مع البنت اللي لسه بيتعرف عليها، ده بالنسبه لي خلاص كده، ده اكبر ريد فلاج ممكن الواحد يشوفه ولازم يقف مش يمكن عنده. يقول لك انا هعمل كده لما تعجبني الاول ده واحبها ايه ده؟ بقى ايه وبتاع، العفانه وخلاص دي؟ كده بقى ادفع بقى، انا اللي دفعني من دلوقتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انا بديكي ما دي على فكره، مش ده متهزرش مش يا انا، ادهم. ده مش انا والله. اوعى. والله ما انا اقسم بالله ابدا، كل الناس اللي عارفيني ماشي، عارفين. تدفع فهي يعني؟ طب الحمد لله، خلاص. والله العظيم هو صاحبتها وعشرة من صاحباتها كمان، ما عنديش ماشي. مشكله. لكن يعني انا بقول لك بفكر بدماغ الناس التانية. تمام. لا طبعا انا شايفه انه ده لا، واول ما تشوفي كده اجري على طول من غير ما تفكري. بعد كده بقى انتوا حابين تشيروا مع بعض، مره عليكي مره عليه، ما ومش كل مره هو اللي بيدفع يعني. انا شايفه ان الشيرنج بتبقى حاجه حلوه يعني، فاهم؟ لو هي حابه ان هي تعمل ده، ولو هو محتاج ده، ولو حتى هو مش محتاج برضو، حلو ان البنت مره مثلا تعزم على حاجه، تجيب حاجه، دي بتبقى حاجه لطيفه وبتحسسها كمان بان هي قادره تعمل ده. طب ولو انت وهو وواحده صاحبتك او اتنين صاحباتك؟ وايه اللي نزلنا ديت معايا مش اتنين ديت، انا قلت صحباتي؟ لك انا اديتك الاوبشن في هقول السؤال لك على انه حاجه، ممكن لو ديت مع وممكن لو مش لو ديت. بنات انا بشوف انه يعني مش احسن حاجه. لو الموضوع برضو في البسيط، وعلى حسب برضو هو ظروفه الماديه ايه. يعني افرض هو ما يتحملش ده، وافرض انا رخمه وبجيب له صحباتي البنات معايا كل مره وبيطلبوا بقى كتير، لا المفروض انه انا يعني انا اللي عارفين من الحرج ده، واحاول ان انا ايه اخد من صحباتي الفلوس واحاسب. بس زي ما قلت لك، ده بعدين لما تبقى العلاقه ما بيني وما بينه تسمح بان احنا نتكلم في الحاجات دي. لكن في الاول ويعمل الحركات دي، لا. طب ايه اللي يخليكي بقى، مش هقولك مش البخل بقى، عكس البخل. يعني ايه اللي يخليكي تقولي الراجل ده بقى ايه؟ يعني عارفه انت اللي هو مسرف مش اه، بخيل؟ يعني ايه الفرق بين الكريم والمسرف بالنسبه لك؟ بتعرفي ازاي؟ في فرق كبير قوي ما بين الاتنين. وفي رجاله تحب تشتري حبك بفلوسها، يعني ده بشوفه كتير قوي. ما حصلش يعني، مش هقولك انه انا بتكلم عن نفسي، بس بشوف كتير بنات قدامي. آم، هو الولد اللي معاها بيحاول يشتري حبها بفلوسه، بيحاول دايما يخليها تحت سيطرته بفلوسه، سواء بهدايا، بعزومات، بلبس، بخروجات، بسفر. فالنوع ده انا بستحقره قوي يعني، لانه الحب ما بيشتريش. المفروض ان انت مش بتحب اللي قدامك عشان هو بيعملك ده، عشان هو بيجيب لك او بيشتري لك او بيخرجك او بيفسحك. انت بتحبه لاسباب تانية. لو انت بقى مادية وبتيجي بالفلوس، فدي بوينت تانية خالص. ف لا، في فرق طبعا ما بين الراجل الكريم اللي على قد جيبه مش بيخليكي نفسك في حاجة، وفي فرق ما بين الراجل اللي بيشتريكي بفلوسه، وفي فرق ما بين الراجل البخيل المفروض اول ما تعرفي عنه ان هو بخيل تطلعي تجري على طول. تمام. بس. قولي لي، طب في الاخر مم. في اي مسج عايزه تديها للبنات، للرجاله، في الحب، في الريليشن شيب، في اي حاجه؟ سؤال كان في حاجات كتير قوي. اختار حاجة واحدة منهم. انه هقول لكل الرجالة انه قبل ما تعملوا اي حاجة فكروا بالعكس، زي ما قلت لك. فكر بالعكس لو كلمي حسيت الكاميرا ما ان انت، تكلمنيش. فكروا بالعكس لو حسيتوا ان انتوا مش هتتقبلوا ده او مش هتقدروا تستحملوه على نفسكم، فاوعوا تعملوه. طيب بجد يا انجي، من احلى الحلقات اللي انا عملتها. ثانك يو ادم. بجد والله اتبسطت انا كمان جدا اتبسطت قوي قوي. معاكي، وقلنا كلام كتير اعتقد ان الناس هتستمتع بيه يعني. وبشكرك جدا جدا جدا. شكرا ليك، اتبسطت جدا ان انا اكون ضيفة. حبيت الموضوع حبيتي قوي. الموضوع؟ خلاص بعد كده هتكرريه بعد كده؟ خلاص. دي حاجة حلوة. ثانك يو ادم بجد. طيب خلصت حلقتنا النهاردة من كلام في الحب، استنونا في الحلقة اللي جاية. باي باي.